النهاردة بقى هنتكلم عن كتاب اسمه جسمك يتذكر كل شيء لدكتور بيسيل فان دير. طيب الكتاب ده بيبدأ بحكاية شخصية من شغله كطبيب نفسي في أمريكا، وكان بيعالج جنود راجعين من حرب فيتنام. تخيل كده انك شايف او شايفة راجل كبير شكل قوي، بس لما يسمع صوت فرقعة بسيطة يترعب ويقع على الارض وجسمه كله يتشنج كأنه لسه في قلب المعركة. الناس دي كانت راجعة من الحرب لكن جواهم لسه الحرب شغالة. من هنا بقى بدأ يسأل نفسه ليه في ناس لما تتعرض لصدمة بتكمل حياتها وناس تانية بيقف الزمن عندهم؟ ليه في ناس بتضحك وتعيش وناس تانية بتنهار من أقل حاجة؟ الصدمة مش بس بتأثر على تفكيرك، ده جسمك كمان بيفضل فاكرها. يعني ايه؟ يعني لو حصلت لك حاجة وجعتك نفسيا جدا، حتى لو نسيتها او حاولت تنساها، جسمك لسه محتفظ بيها. بنت كانت دايما بتتوبخ في البيت بصوت عالي وهي صغيرة، دلوقتي لما جوزها يزعق جسمها بيتشنج حتى لو هو مش بيهنها. يعني لمجرد بس ان هو يزعق لها هي بتحس بنفس الاحساس اللي بيحصل لها. شاب كان بيتضرب زمان وهو صغير، ودلوقتي كل ما حد يقرب منه شوية يحس جسمه بيتشد ومش قادر ياخد نفسه. الكاتب بيقول هنا ان جسمك مش بينسى حتى لو عقلك حاول ينسى، ودي اول خطوة في العلاج، انك تعترف ان الصدمة مش بس ذكرى، دي تجربة محفورة جواك بالكامل. مثال من العيادة، الكاتب حكى عن حالة اسمها توم، كان جندي وكل يوم بيتفرج على مشاهد الحرب في دماغه كأنها فيلم بيتعاد. لما حاول يعيش طبيعي جسمه كان بيرفض، كان بيعرق ويرتعش ويصرخ وهو نايم. هو اتعالج فعلا لما فهم ان مشكلته مش في دماغه بس، دي في جسمه كمان. الخلاصة في المقدمة او الفصل الاول انه بيقولك ان الصدمة بتأثر على المخ والجسم والمشاعر وحتى العلاقات، والعلاج لازم يكون شامل مش مجرد حكي وخلاص. والكاتب بيقول لازم نعترف ان الصدمة بتتخزن في الجسم، والجسم ده لازم يتكلم ويتشافى تماما ويتعالج. الفصل الثاني بيتكلم كأنك مش انت، الانفصال عن الجسم. الناس اللي عانوا من الصدمات، الفصل التاني زي ما احنا قلنا بيقول ان الناس اللي عانوا من صدمات بيحسوا احيانا انهم مش حاسين بنفسهم، كأنهم بيشوفوا نفسهم من بره او جسمهم مش بتاعهم. مثال لده واحدة تعرضت للاعتداء، بعد كده كل ما حد بيقرب منها تحس انها مش موجودة، جسمها بيبقى طاير من الموقف مش حاضر. ده اسمه الانفصال او التحلل، وهو وسيلة دفاع الجسم بيستخدمها وقت الخطر الشديد. خلاصة الفصل ان الصدمة ممكن تخلي الشخص يحس انه مش في جسمه، وده بيخليه مش عارف يعيش اللحظة او يحس بالحب. الفصل الثالث بيتكلم عن العيش في حالة خطر دائم. الناس اللي عندها صدمة بتبقى عايشة على أعصابها، جسمهم بيكون في حالة استفزاز طول الوقت، يعني لأن هو يعني مصدوم، فطول الوقت حاسس إن هو يعني مغلول، أي حد يحاول بس يعمله أي حاجة يتنرفز عليه بسرعة. صوت عالي بقى ينط، كلمة حادة جسمه يشد، لمسة عابرة بترعب، فالجسم مش قادر يميز بين الخطر الحقيقي والذكريات. كأن يعني في زرار اتحشر على اون ومش عايز يطفي ابدا ويعمل اوف. حالة الجندي اللي رجع من الحرب وكل ما يسمع صوت فرامل العربية جسمه يعني بينط كأنه في انفجار. الخلاصة ان الجسم بيتربى على الخطر، حتى بعد زوال الصدمة الاستجابة بتفضل شغالة. الفصل الرابع بيتكلم عن المخ اللي اتغير. الكاتب شرح بالتفصيل جدا ازاي الصدمة بتغير في تركيبة المخ اللي هو الاميجدال او الاميجدال، وهو مركز الانذار.
بتفضل شغالة زيادة عن اللزوم، فالشخص دايما بيكون حاسس بالخطر. الهيبوكامبس اللي هي الذاكرة بيتأثر جدا أو بتتأثر جدا، فمش قادرة أو قادر يرتب الذكريات، كأن اللي حصل من 10 سنين لسه حاصل دلوقتي. القشرة الجبهية اللي هي التفكير بتضعف، فالشخص بيبقى صعب يتحكم في مشاعره أو ياخد قرارات كويسة، ودي طبعا نتيجة تعرض لكل الصدمات دي. الخلاصة بقى بتاعت الفصل الثالث إن الصدمة مش بس إحساس، هي تغيرات حقيقية في الدماغ، لازم نفهم ده عشان ما نلومش الشخص ده أبدا. الفصل الرابع الفصل الخامس بيتكلم عن الأطفال والصدمة لما بيترتبوا أو لما بيتربوا في حرب. يعني الأطفال والصدمة لما بيتربوا في حرب، الأطفال اللي بتتعرض للإهمال أو العنف أو التحرش جسديا بيتعلم من بدري ان الدنيا مش امان. مثال على ده طفل بيخاف من نظرة ابوه، فلما حد يبصله في المدرسة نفس النظرة بيتشنج وبيتخنق وبيتعاقب وهو مش فاهم هو بيعمل كده ليه. المخ بيتشكل في اول سنين او في اول سنتين في الحياة، فلو الصدمة حصلت بدري الأثر بيكون أعمق بكتير. الخلاصة إن الأطفال ضحايا صامتين، لازم نسمع لجسمهم وتصرفاتهم، والتعليم والعقاب مش هيفيد لو الجرح جواه. فطبعا الطفل ده بيتعلم ان الدنيا مش امان خالص. مثال لده طفل بيخاف من نظرة ابوه، فلما حد بيبصله في المدرسة بيتشنج زي ما احنا قلنا. المخ هنا بتشكل في اول سنتين، وللأسف بيبقى الاثر عميق جدا، والاطفال هنا بتبقى ضحايا صامتين، لازم نسمع لجسمهم وتصرفاتهم، والتعليم والعقاب مش هيفيد وقتها، ويا ريت جدا ناخد بالنا من الموضوع ده. الفصل السادس بيتكلم عن الذكريات اللي مش بتختفي. مش كل الذكريات بتبقى صور، في ذكريات جسدية بتحس بيها من غير ما تفكر أصلا. مثال ريحة عطر معين تخليك تحس بالخوف، صوت معين يخليك تحس بالبرد أو الغضب، والناس بتفتكر ده توتر أو مبالغة، لكن الحقيقة إن الجسم فاكر منسيش. الخلاصة إن الذكريات الجسدية محتاجة يعني تتفرغ، مش بس مجرد انت تحكي، الجسم لازم يلاقي طريقة انه يخرج كل الاحاسيس دي. عشان كده دايما بننصح نتوجه لاخصائيين نفسيين. الفصل السابع بيتكلم عن العلاج مش بس بالكلام. الكاتب بيقول ان العلاج بالكلام مش كفاية لوحده، لان الجسم هو اللي شايل الوجع، فلازم يشارك في العلاج ده. التقنيات زي اليوجا والتنفس العميق والعلاج الحركي وكمان المسرح العلاجي، الكتابة بالرسم أو الشعر، دي كلها طرق بتساعد الجسم انه يخرج من صمته. الفصل الثامن بيقول ان العلاقات هي الدواء، العلاقة اللي فيها امان، احترام، تصديق بمعنى اصح، ودي ممكن تكون اقوى علاج للصدمة. فللأسف اي حد بيخرج من علاقة فاشلة لازم العلاقة اللي بعدها تكون علاقة كويسة، بس قبل ما يخش في اي علاقة تانية يدي مساحة ووقت ينسى الوجع وكمان ينسى الشخص. لما حد يسمعك او يصدقك ويحضنك ويفضل جنبك، المخ والجسم بيبدأوا يتعلموا ان في امان حواليك. ده كان ملخص الكتاب اللي انا يعني حابة برضو اوضحه لكم، ان كلنا عندنا صدمات في حياتنا، كلنا عشنا نفس الكلام، بس ازاي بقى نخلي المخ يستجيب للصدمة ونبعده عنها. الدكتور بيسأل وبيشرح ان الصدمة بتغير نظام المخ بالكامل، خاصة المنطقة المسؤولة عن الخطر والنجاة اسمها الأميجالا، والمخ بيبقى دايما في حالة خطر حتى لو مفيش حاجة حقيقية بتهدده. لو كنت تعرضتي لإهانة شديدة من والدك وانت صغيرة، فلما جوزك بعد سنين يزعق جسمك هيحس نفس الإحساس. على فكرة هنا قوية جدا، يعني تعبير قوي جدا عجبني جدا، ان ده تقريبا بيحصل لنا كلنا بس بأشكال وبحاجات معينة، مش كلنا زي بعض معرضين لنفس الصدمات طبعا. وفي حالة تانية اسمها قصة حقيقية عن تانية
تانية هو بيحكي عن بنت اسمها تانية كانت ضحية تحرش من أهلها وهي صغيرة، كبرت وبقت أم وشكلها من بره طبيعي، يعني حياتها مشيت عادي واتجوزت وخلفت، بس كل ما بنتها تقرب منها بحضن كانت بتحس بحاجة غريبة، كأن جسمها بيصرخ وهي ساكتة، كانت بتبعد عن بنتها من غير ما تفهم ليه. ولما راحت الدكتور اكتشفت انها بتسترجع احساس الصدمة بجسمها من غير ما تفكر في تفاصيل. يعني ايه الجسم افتكر بس المخ نسي؟ دي طبعا حالات كتير جدا بتقابلنا جدا في حياتنا، فبتمنى طبعا ان احنا نروح يعني اقرب دكتور حوالينا، لازم بجد نروح نتعامل معاه، لان بجد الحاجات دي بتأثر جدا على نفسيتنا. وكمان الافضل لو انت كمان مش قادر، ما تقدرش انت يعني تتكلف بمصاريف الدكتور، ان انت تكتب، لازم نكتب يا جماعة، وكمان نكلم نفسنا بصوت عالي عشان نخرج الطاقة السلبية من جوانا، ونلعب يوجا كتير جدا، ونرسم، ونعمل افكار كتير جديدة عشان خاطر نقدر نخرج من الحالات دي ونعالج نفسنا بنفسنا. بشكركم جدا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون خفيف على قلبكم. شكرا.